أكثر سبب يخلي مستواك يهبط في كرة القدم إن أنت تلعب مع ناس ما تثق فيك. معك كابتن علي، مدرب كرة قدم وأخصائي في علم النفس الرياضي. فولو لايك وتابعنا للنهاية. تخيلنا أنت لما تلعب كرة مع ربعك ما يعطونك الكرة ولا حتى يشجعونك، وبالأخص لما يشككون في قدراتك. هذا الشيء كفيل أنه يأثر على نفسيتك في المباراة. الثقة شيء مهم في كرة القدم، مو بس ان انت تثق في نفسك، حتى اللي معاك يثقون فيك. فلما انت تلعب مع ناس يؤمنون فيك ويثقون بقدراتك، فانت تلقائيا راح تعطي افضل مستوى لك وراح تطلع افضل ما عندك. ولكن لما تحس ان انت غريب وسط فريقك، انت راح تفقد الحماس وراح يخليك تشك في قدراتك، وهذا الشيء يكفي انه هو يقلل المستوى. نصيحتي لك، اذا انت واجهت مثل هذا الموقف، حاول تثبت نفسك بالعمل الجاد. حاول ان انت تفرض موهبتك في الملعب، قدم اللي تقدر عليه. النهاية خذها مني، الشخص اللي يحبك راح يدعمك حتى لو انت كنت لاعب سيء، راح يشجعك ويدعمك عشان انت تتطور. لكن اذا كان عندك اصدقاء ما يحبونك، فانت لو كنت افضل لاعب في العالم ما حد راح يساعدك. وعليه اذا انت ما حصلت هذا الدعم، فلا تتردد ان انت تغير البيئه اللي انت قاعد فيها، روح الى بيئه افضل تساعدك وتدعمك وتخليك انت تنجح. لان باختصار الثقه هي مو مجرد كلام، الثقه هي مفتاح لباب النجاح داخل وخارج الملعب. والحين ارسل هذا المقطع الى شخص تحسه مهتم، واذا عجبك مثل هذا المحتوى لا تنسانا بالفولو واللايك، واذا عجبك مثل هذا القميص الكلاسيكي الجميل تلقاه في فاموس. سلام.